ان الطحينه هتخليهم يعملوا معاكي كيلو ويكملوا معاكي الشهر كله. تعالى اقولك ازاي وليه هعمل كده عشان اوفر وادبر اكيد. طبعا قبل اي حاجه صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رايك في الكومنتات. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه وميزانيات شهريه واسبوعيه، وبعمل اكلات من 10 جنيه لحد 50 و150 جنيه، وميزانياتي من 100 جنيه لحد 1000 و2000 جنيه، وبوصل كمان ل5 و6000 جنيه على حسب الاسعار الموجوده وعلى حسب الميزانيات اللي بتتكتب لي. كل اللي عليك اكتبي لي ميزانيتك واكتبي لي لايك وقولي لي رايك في الكومنتات، واكتبي لي الميزانيه قبل كل حاجه ميزانيتك كام وقد ايه. انا هنا خدت معلقتين الطحينه زي ما انت شايفه كده، هم معلقتين اتنين ب 15 جنيه، جايباهم من السرجه وبتبيع ب 15 جنيه. نزلت عليهم بربع كوبايه من الخل خفيف، ولو تقيل هتنزلي بمعلقه بمعلقه هنا عشان ما تحدقش منك. وبعد ما قلبت الخل في الطحينه تقل، نزلت ب3 معالق كبار من الدقيق. والدقيق كل معلقه طحينه بتاخد معلقه دقيق. انا هنا حطيت 3 معالق عشان ازودت كنت عايزاه السمك بتاعه تقيل شويه. ونزلت بميه سخنه عشان الدقيق يتسلق في الميه السخنه وما يوجعش بطننا مع الطحينه. فانا كده سويت الدقيق، وهفضل اقلب بسرعه بسرعه عشان ما يكتلش منك لحد ما يفك واوصل للقوام اللي انا عايزاه. زودي بقى في الميه كل ما انت عايزه تخففي سمك الطحينه. انا هنا ما حطيتش لسه اي توابل، انا حسيت السمك تقيل شويه فقلت احط شويه ميه تاني، ولازم ميه تبقى مغليه. البطرمان ده هيقعد عندك في التلاجة ومش هيبوظ ولا هيصوف. لو بوظ وصوف او عفن بمعنى اصح هيبقى الدقيق كان مركون عندك او عند الراجل. انا بعملها على طول عمرها ما بتبوظ مني. هنا خلاص السمك ده بالنسبه لي كان تمام. نزلت بمعلقه صغيره من الكمون وملح بس كده. عايزه بقى تحطي فص توم حطي، بس انا ما بحبش احط التوم عشان لو حطيتها على الفول يعني وبابا غنوج بزود على حسب الاكل هي محتاجه ايه. لو محتاجه توم بحط لها توم، وهفضل اقلب فيها عشان اضيع اي تكتلات. والحمد لله هعمل بطرمان محترم. وكمان كان ممكن اخف عن كده، بس انا كان بالنسبه لي السمك ده تمام قوي. هنا دقتها بالمعلقه كان طعمها حكايه. جوزي والعيال اتهبلوا عليها ما صدقوش نجيب 15 جنيه. كلنا بنحاول ونسعى ونجتهد. جبت بطرمانات مغسوله وناشفه ونشفتها كويس من جوه عشان ما تبص، وهنزل بيها. انا هنا الاول قلت هعمل بطرمان خفيف وبطرمان تقيل. حسيت ان انا تعبت من الوقفه بما اني لسه والده ومفرهده وما بوقفش قدام البوتاجاز كتير، فقلت خلاص هعملهم البطرمان ده. البطرمان ده اللهم بارك كيلو، وكمان هياخد الشويه اللي اتبقوا هيعملوا معايا نص مج. وقررت اشيل البطرمان الفاضي، قلت ابقى اخفها بعدين او اجيب ب 15 جنيه تاني. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما عملتليش لايك اعملي لايك وقولي لي بتوفري وبتدبقي ازاي، والاهم من كل ده عامله ايه في غلو الاسعار. اكتبي لي الميزانيه انا مش هنساها، هعمل لك كل الميزانيات اللي هتتكتب لي ان شاء الله الاسبوع الجاي. وما تنسيش تصلي على الحبيب وقلبك يطيب. بالمناسبه يا جماعه الطحينه دي تنفع لاي وصفه حادقه، يعني ما ينفعش نحطها على العسل. بعمل بيها بابا غنوج، بعمل بيها فول، بعمل بيها الكفته، بعمل بيها الكبده. ايا كان الوصفه هي وصفات حادقه بس مش حلوه خالص. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام. هنا بوريكي سمك الطحينه اللهم بارك ب 15 جنيه. عملت البطرمان الكبير ده. كنت عامله النهارده كبده كمان فقلت هطلع معاهم شويه اللي اتبقوا في المج دول. اللهم بارك اكله ولا في الخيال. بطرمان كامل شامل ب